عندما تشاهد هذه الصورة تقول أن يعني من يتواجدون في القبور لسبب فرنسا 130 سنة قتلوا يعني يلعنون بن شنقريحة ليلا ونهار، كما يلعنه يعني وتنزل عليه اللعنة كل الشهداء المغاربة والسوريين والليبيين والمصريين اللي كان سببهم كدو كذلك وشارك في المعركة اللي جرت ضد المغاربة في حرب الرمال. المغاربه اللي تتسبوا اليوم نسائهم حنا ما تنلحقوش نجبدوكم، نتوما تتجبدونا حتى في ارضنا، نتوما اللي جبدتونا، وهي ارض كانت تحكم ارضكم كذلك. والدليل عندكم يعني في كل اماكن، اذهبوا غير الجزائر العاصمه وتجدوا يعني مسجد يوسف بن تاشفين، سيروا غير تلمسان وتوجدوا يعني المغاربه، شوفوا غير يعني التذكار اللي عندكم ديال الشهداء المغاربه اللي استشهدوا على ارضكم. فانتم ماذا يعني استشهدوا؟ شكون اللي ميت عندنا من الجزائريين شهيد؟ بل عندنا جزائريين وقبور ديالهم جاوا مع فرنسا وقتلوا يعني أبناء الريف وأبناء كازابلانكا، وهما يعني استشهدوا من أجل فرنسا وكانوا خدامين من أجل فرنسا. لم يشهد التاريخ أن دم من دماء الجزائريين استشهدت من أجل المغاربة، بل نحن من استشهدنا من أجلكم. وخير دليل معركة إسلي 1844، عشرات الآلاف ديال المغاربة اللي ماتوا من أجلكم وفرطنا في لاله مغنية ووضعنا رأسنا يعني في التراب مع فرنسا حتى يعني تقاتلنا معها وتنهزمنا وسنينا يعني وثيقة اللي هي ترسيم الحدود من السعيدية حتى الفقيق. فماذا قدمتم للمغرب؟ بل أنتم من بعد يعني استقلالكم ودعمكم من طرف محمد الخامس ودعمكم المغاربة حتى منتخبكم، يعني نحن من دعمناه في 58 أتيتم وأسستم البوليزاريو اللي ضرب المغاربة. هل يعني تظنون أن الله سبحانه وتعالى غافل عما تعملون؟ الله سبحانه وتعالى يخليكم مذلولين حتى يرث الله الأرض وما عليها. والدليل أن الله أنعم عليكم بالبترول والغاز ولا تستفيدون منه، بل يعني تتلاحوا في البحر، بل تتقاتلوا. ومن شتمتونا بسبتة ومليليا فاعلموا أنتم سببها. لو ما كناش اليوم معكم في الصراعات لكننا تنطالبوا بسبتة ومليليا ودرنا فيها الحكم ديالنا ولا درنا ليه حكم ذاتي تحت المغرب، لكن انتم اللي درتوا لنا العصا الرويضة. ورئيسكم قالها أنه سيضع حجرا في حجرة في حذاء المغاربة، لكن الله وضع لكم ذرة سوداء في قلوبكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا عبدي إن شكرت نعمتي جعلت عملك تحت عرشي وأشهدت عليك ملائكتي وإن لم تشكر نعمتي جعلتك في الدنيا كالوحش في البرية. ها أنتم كالوحوش البرية لا تفقهون شيء، يعني تجريوا ما عارفين اقتصاد، ما عارفين الكلمة ديال الرئيس ديالكم يعني مقادة. وندير لكم مناظرة أنا مع بن شنقريحة وعبد المجيد ديالكم، مناظرة تاريخية اقتصادية، أبسط يعني مواطن مغربي وهذا العبد الضعيف، ونزير لكم يعني من يحكمكم اليوم ومن اغتصب نساءكم في العشرية السوداء. بن شنقريحة هذا المدلول الذي قبل راية فرنسا وشجد لهم وهم جالسون يجعلونكم تمضون على أي وثائق. أليس هذا بالذل أن فرنسا التي قتلت عشرات يعني الأفارقة وعشرات المسلمين أكثر من إسرائيل الذين تقولون التطبيع، ها أنتم تطبعون مع فرنسا، ها أنتم تدعمون بالبترول من يعني يدعمون إسرائيل. ألستم أنتم اليهود والإسرائيليين الحقيقيين؟ واليهود أشرف منكم، لأن يوجد ديانة في المغرب يعني احترمت المغاربة منذ 587 ميلادية ولم يصلنا منهم إلا الخير. فأنتم وصلنا منكم الشر ووصلنا منكم الحقد والبغض والكراهية يعني وتصرفون يعني الغالي والرخيص من أجل ضرب الهوية المغربية. لعنة الله على أبناء الحرام من يريدون ضرب في المغاربة. سيجعلكم الله دائما مدلولين، دائما مدلولين هكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنكم لم تعترفوا بجميل المغاربة. وهذا هو بلاؤكم وهذا هو خلاؤكم وهذا هو يعني تزليع الشمل ديالكم إلى يوم الدين. وهذا هو نصرتنا دم شرفاء المغاربة. ورحم الله محمد الخامس وعبد الرحمن بن هشام ومحمد الرابع من دعموكم وكانوا كذلك سبب في استشهاد العشرات المغاربة من أجل الجزائر. أما أنتم استشهدتم من أجل فرنسا وتبقوا كلاب فرنسا، لأن العدو هو فرنسا، لكنهم جعلوكم يعني تعتقدون أن العدو هو أبناء الشهداء المغاربة، بلد الشرفاء، من يعني استشهدت من أجلكم وأعطت الغالي والرخيص وحتى أرضها فرطت فيها من أجلكم. ولعنة الله على أولاد الحرام. ونحن ما تنظلموكمش، بل انتم تجبدونا، ونحن معروفين أننا بلد المقاومين وبلد الأحرار، وما تنبغضوش الذل بل نعاقبوا كل واحد. وهذا دليل أنكم اليوم متخبين وراء الحوت كالكلاب، وها هي الصحراء ادخلوا لها إن استطعتم، وستبقون دائما أذلاء
وأبخس الشعوب وأذلها. أما فلسطين فهي أشرف منكم أن تجعلونها قضية توازي البوليزاريو، وهم أشرف منكم وأعيدها، لأنهم لا يلعبون بمشاعر الناس في انتخابات، ولا يقارنونها بشعب يعني مرتزق ومرتزقة في الصحراء المغربية الشرقية. تحياتي.